حمد، ايش اللي خلاك تهتم بتراث البادية؟ والله أول شيء أنا من البادية، نعم. واحد من أبناء البادية، ويهمني إني أحافظ على هذا الشيء حتى إنه يبقى ما يندثر، ما تأثر عليه الحضارة، يبقى هذا تراث يبقى لنا وللي بعده. نعم. هل اللي كان والدك عبد الله العزب دخل في هذه العملية منك انك حبيت التراث البادية؟ اي نعم، هو كان الله يرحمه والد الجميع كان شاعر يقول قصيد. نعم. قصاد، لأن فيه طال عمرك يقولون فيه شاعر قصاد وقصاد، فيه فلان شاعر وفلان قصاد. في الشعر يقولون شاعر بحر وشاعر ياخذ من صخر وشاعر ياخذ من زهر. نعم. طبعا الشاعر البحر اللي هو صاحب المطولات وصاحب اللي يبدع من صخر، اللي هو يجيب كلام قوي، كلام قوي. اللي ياخذ من زهر اللي هو يجيب 10 أبيات 12 بيت، يعني مثل لما تدش الحديقة عدل. نعم. وتقعد تنقي على كذا. نعم. والمثل يقول الشاعر من أشعر الناس، من تغنى بشعره الناس هو الشاعر. مو معنى يعني طول القصيدة. أنا سلمك الله أعرف شعراء يقولون على 60 بيت و70 بيت، لكن للأسف أنك ما تحصل ولا بيت من شعرهم يتناقلونه الناس. نعم. فتلقى دائما تلقى دائما الشاعر إذا شفت الشاعر يبسط الكلام معناته أن عنده مقدرة. نعم. تبسيط الكلام من مقدرة الشاعر. سهولة الحفظ للآخرين. نعم. يعني أنت مثلا تمشي بسيارتك وتقول الشعر هذا، احتمال أنك حتى ما تعرف شاعر صعب، لكن من بساطته يمكن انك سمعته من واحد وفلان حفظه وفلان حفظه، فيتناقل بسرعه، ينتشر بسرعه. نعم. كم كان عمرك استاذ حمد يوم بديت تهتم بالتراث تسمع شعر؟ يعني تقريبا من 18 سنه. كنا نروح للمحاورات اول. انا اذكر كنا نروح حتى كان خلف العتيبي، خلف بن هذاب كان في الكويت. وكان يقيم محاورات هو وشلاويح بن شلاح. وين المكان؟ ومفرح الضمري. في اي مناسبه تصير. المكان في مكان معين؟ لا ما في مخصص، لا في المناسبات. يعني مثلا لا منطقه معينه مثلا كنت تروح لها؟ لا يعني لا ما في منطقه معينه، يعني يقولون في عرس لو بالجهراء او في اي منطقه بعيد عنا نروح له اساس المحاورات هذه. وكان سالم بن تويم الله يرحمه، ابو جمعان، ومرشد البذالي الله يرحمه، ويعني كانوا يهتمون فيها دائما في المناسبات او حتى غير مناسبات. نعم. يعني لان ماكو ذاك تعرف ماكو مثل الحين التلفزيونات ولعب الورق ومقاهي الشغلات هذه بسيطه. لان حتى كان في الكويت قديما يقولون ديون، اسم كلمه ديون، يعني اللي جاء عندهم بالديوانيه تعرف مثل ما ذكرت لك ما في تلفزيون ما في اشياء. نعم. التسليه. فيقولون يا فلان ديون يجيب ديوان شعر ويغني بصوته. نعم. يختار له قصيده من الديوان ويقعد يغني من الديوان، يقولون له ديوان. نعم. نوع من السمر. نعم. تسليه ما في شيء. نعم. متى قلت اول قصيده استاذ حمد؟ وشوف ما في، انا اول شيء انا ما اعتبر نفسي شاعر. نعم. ومقل انا بالشعر، هذا الكلام سبق اني قلته في لقاء مع زميلنا مجد الحشاش تعرفه. معروف. لكن القصيده الوحيده يعني اللي تقدر تقول عرفت الناس علي وهذا هي القصيده اللي قلتها في الحفل اللي كان قاموه للمرحوم صباح السالم، الشيخ صباح السالم لما رجع من العلاج. نعم. في 76. نعم. وكان صراحه معي شعراء يعني ماني في مستواهم هم وين. كان معي مرشد البذالي، هذا شاعر معروف، وعبد الرحمن الشلاحي، وطلال السعيد، طلال موجود. يعني صراحه يعني الاعتراف بالحق فضيله يقول لك، يعني ماني في المستوى هذا صراحه. لكن تميزت القصيده اللي انا قلتها اني كنت حافظها بدون الورق. ما هي على ورق، فتميزت بهذا ولا مثل ما قلت. وهذه القصيده اللي فعلا تقدر تقول شويه عرفت الناس في حمد العزب. نعم. لكن الشعر حاضر في ذهنك ابو عبد الله؟ مثل ما بغيت لا بغيت اقول قصيده. ايه. اقول يعني لا صارت مناسبه صار شيء
لكن تقدر تقول لي مقل أكثر. الحمد لله ما الغيره حمدنا، ربنا عظيم ويعلم الأسرار، علام ما نخفي ومكان نبدي، الله عساه ذنبنا غفار. اسمه بدينا به هذا الواجب، فالمبتدأ وفي منتهى الأشعار، ومن عقب ذكره نبدي القول بحسنه وجيم من زين المثل واختار. أبيات ترحيب بود ومحبة، وقول بصدق ما عليه غبار، بل لي لفا والشعب فرح بجيفه، ومن حبهم لهجوه في المطار، وترجل الوالد وشاف عياله، الب مخلص والعيال ابرار، وتعانقوا وياه وابدا سروره، وفازوا بشوفه واشرقت الانوار، ومن بعدها رد التهاني بينهم، بسلامتك يا طيب الاذكار، يا مرحبا ترحيب مرفوعه، من الشعب كله شايب وصغار، شعب معك من راح تكنه عندك، وفي كل يوم نتابع الاخبار، نتابع الاخبار ثم ندعي لك، يالله عساك من الصدوف مجار، ويدعي لك الشايب قليل المسعى، اللي من صدوف الدهر محتار، وانت العوض له عقب فقد عياله، وانعم بظلك يا عزيز الجار، وتدعي لك الايتام والارامل، حيثك لهم اب حنون مبار، وارجع وكرر بالتراحيب واثني، عداد من جال الحرم زوار، واعداد ما هل السحاب ونبت، واعداد ما هز الهوى الاشجار، وانا وكل الشعب رحبوا هلا بقدوم امير له جلال وكار. حييت يا امير البلد قايدنا، حييت يا امير البلد قايدنا، اميرنا اللي للعدو قهار، والعيد جانا وعمنا بفراحه، وعيد الوطن له عندنا وقار، واليوم جيت وصار عيد ثاني، والكيف طاب وزانت الاشعار، والحمد لله والامل فيه دايم، وعساه يقالك من الاخطار، وعساه يسلم من وفى بالواجب، ابو مبارك نادر الحرار، عزيز نفس بالسياسه محنك، هالحين لا جن الدعاوي كبار، والنايب الثاني سميه جابر، ابو علي وافي الاشبار، وعاش الكويت وعاش له حكامه، من دون حده ترخص العمار، آل الصباح اللي عليها حافظوا، في عهدهم ماشن عليها صار، يا ما تصدوا دونها من طامع، وعود معيه غادي دمار، يشهد على قولي لهم تاريخهم، عمار يا دار الشرف عمار يا دار الربينا بخيرها، عسى الولي يحفظك من الاشرار، وعشتي بعز ورايتك مرفوعه، واسمك لمع في كافة الأقطار، وارجو المعذرة كان في القول زلة، يا سيدي تقبل الأعذار، واختام ما قلنا صلاة على النبي، شفيعنا لشخص الأبصار، والسلام عليكم. حديثك عن برنامجك عن ديوانية شعراء النبط، يردنا أستاذ حمد إلى أول برنامج قدمته في أي سنة؟ في 77. وش اسم البرنامج؟ ديوانية الشعراء. أنا أول اشتراك لي سلمك الله في 68 مع الشاعر الأستاذ الكبير سليمان الهويدي. نعم. كان في برنامج وكنت من المشاركين. شلون طريقة مشاركتك كانت؟ يعتمد علي سليمان بالحفظ، حفظ القصائد المطولة، دائما مثل ما تقول تكليف، يكلفني، يقول لي يا أبو عبد الله نبي القصيدة الفلانية تحضرها لنا الأسبوع، وكنت أحفظ بسرعة، يعني لما هذه عموما ترى الواحد يعني في أول العمر في الشباب يحفظ أكثر، يعني كان في إذا كان محب ليش؟ مو يحفظ أكثر، يعني ما في مشاكل، اهتمامه هو بالشيء، إلى أن حتى جت ديوانية الشعراء 77 في 77. نعم. في شهر 5 77، وكانت تحت رعاية صاحب السمو الأمير، كان سموه ولي عهد. نعم. في الوقت هذا كان ولي عهد. صارت الديوانية، صارت البرامج، أخذت أنا برنامج مسلم البحيري وصياح العدواني ترى كان مخرج لنا. نعم. تعرفه صياح؟ معروف. كان مخرج لنا. بعدين راح صياح، جاء عامر بن سحلول. نعم. إلى أن صار الغزو، وبعدين بعد الغزو رجعنا صفينا على 2 بس. 2 اللي هو برنامج ديوان شعراء النبط، عامر وأنا عامر سحلول.
بالإضافة إلى لوحات شعبية لمجب الحشاش وحمد الهاجري، هذاك رديف للبرنامج هذا. هذا يجرنا